ازيكم؟ انا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. تعملي ايه يا ست الكل يا حلوة انتي لو واقفة في مطبخك ما قبل انتشار السيراميك، وفجأة وانتي واقفة لقيتي على الارض رسمة وش وبتبصلك، فتوترتي فقلتي خلاص انا هجيب مية وصابون وهغسل الوش ده، وفعلا تجيبي مية وصابون وتغسليه، الوش مش بيروح. تندهي جوزك تقولي له انت شايف ايه؟ يقولك شايف وش وبيبصلنا، فتتوتروا اكتر. ويجي ابنك ونفس الرأي برضو. يوم واتنين وتلاتة وانتوا على الوضع ده، في رسمة وش ظاهرة في المطبخ بتاعكم ومش عارفين تعملوا فيها ايه. فجوزك يقولك لحد هنا وخلاص، احنا لازم نبطل توتر ونغير ارض المطبخ خالص. وفعلا تغيروا ارض المطبخ بتاعتكم خالص وتريحوا دماغكم من الصداع ده، ويختفي الوش وتخلص الحكاية. بس هل فعلا خلصت الحكاية؟ لا طبعا، وإلا ما كنتش جيت أنا النهاردة عشان أحكي لكم الحكاية دي. الوش هيرجع تاني، بس المرة دي مش لوحده، الوش هيرجع ومعاه وشوش تانية. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ حكايتنا النهاردة هتبدأ من شمال أسبانيا، من مدينة اسمها بلمز. المدينة دي محدش بيسمع عنها كتير وما فيهاش صخب ولا أضواء إعلامية ولا أي حاجة خالص. والمدينة دي فيها شارع اسمه رودريجيز. الشارع ده موجود فيه بيت، البيت ده عايشة فيه واحدة اسمها ماريا مع جوزها وابنها. وتبدأ بقى الأضواء كلها تروح للبيت ده وللشارع ده وللمدينة دي سنة 1970. وده لما تظهر ظاهرة غريبة جدا هتحير العالم وهتحير العلماء وهتحير الجماهير كمان معاها. ايه هي الحكاية؟ الحكاية هي وجوه بلمز. في يوم ماريا واقفة في المطبخ بتاعها، وتحديدا في شهر أغسطس سنة 1970، قاعدة بتعمل أكلها عادي في المطبخ، لقت وش على الأرض والوش ده بيبص لها، فبدأت تحس بتوتر. عارفين كده لما تكون في المطبخ أو في الحمام وبعدين تبص على السيراميك وتحس إن في رسمة ما مثلا، حاجة شبه كده. بس بما إنه زمان في سنة 1970 السيراميك ما كانش منتشر، فالأرض كانت من الأسمنت، فعادي جدا إن نتجمع تراب والتراب ده يدي منظر كأن مثلا حد راسم وش ولا حاجة. المهم قالت أنا هجيب مية وصابون وهنضفه. حاولت ومعرفتش، جابت كلور وحاولت وبرضه معرفتش. جه ابنها وأمن عليها وجوزها وأمن على نفس الكلام. بدأوا يحسوا بتوتر وأعصابهم تعبانة جوه البيت، الوش فعلا شكله يوتر والحياة كده مش هتستقيم في البيت ده. طب نعمل ايه؟ فجوزها قال لها انا هنهي الحكاية دي بان انا هشيل اللوح الاسمنت كله اللي عليه الوش ونعمل ارض جديدة، او يعني نصب اسمنت جديد. وفعلا جوزها عمل كده، وارتاحوا يوم واتنين وتلاتة وتمانية. في شهر سبتمبر يظهر الوش تاني، بس المرة دي الموضوع اكتر رعب وتوتر، لان الوش لما رجع مرجعش لوحده، بدأت تظهر وشوش كتير في البيت في اماكن مختلفة، والموضوع ما بقاش مقتصر على المطبخ بس، والوشوش فعلا شكلها يخوف ويخض. والموضوع بدأ يكبر اكتر واكتر، بان الوشوش دي مش بس بتتنقل في البيت، لا ده ممكن نفس الوش يتنقل من مكان لمكان، وكمان بيتحس ان هما الوشوش دي بصة لماريا، وده طبعا كان قلقها جدا. هنا بدأ يتدخل رجال الدين والقساوسة وكده، على اساس ان البيت ممكن يكون فيه مثلا والعياذ بالله ارواح شريرة. الموضوع ما جابش نتيجة، الناس بدأت تعرف وبدأت تتوافد على البيت، وبدأ الكلام يكتر، وبدأت الصحافة تكتب. وهنا الشرطة خدت خبر باللي بيحصل في البيت ده. طبعا الشرطة لما راحت قالت بس دي خدعة، ابن الست دي اصلا رسام، وبالتالي فممكن جدا تكون لعبة منهم عشان يلفتوا الانتباه ليهم يعني، او يكون عايزين مصلحة ما من ورا الموضوع ده. المهم الشرطة جابت خبراء عشان يشوفوا الموضوع ده. الخبراء قالوا ان الموضوع فعلا غريب، فالشرطة ما اقتنعتش، فجابوا 2 من الخبراء معروفين جدا وكبار في المجال ده عشان يحللوا ويشوفوا ايه اللي موجود. وقالوا انه اكيد كل دي خدعة عاملاها ماريا وابنها وجوزها. وفعلا الخبراء راحوا وقعدوا في البيت ده 3 شهور، ممنوع ان اي حد يخش البيت عشان يضمنوا ان مفيش حد بيعمل اي تغيير على اي حاجة هما بيعملوها. وبدأت ال3 شهور وبدأ ال2 الخبراء،
واحد اسمه بروفيسور جيرمان والتاني اسمه هانز فيندر. بدأوا ان هم يعملوا الفحوصات بتاعتهم وبدأوا ان هم يعملوا الاختبارات، وبدأوا يشوفوا كده ممكن مثلا ابنها يكون راسم رسمة، والرسمة اللي هو راسمها دي عامل عليها بعض المواد اللي تخليها ما تطلعش، وبالتالي لما حد يجي يمسحها ما تتمسحش. وهنا الناس تعتقد ان فعلا الظاهرة اللي هم بيقولوا عليها دي موجودة، لكن هم ما قدروش يتوصلوا لحاجة، فاستعانوا بمجموعة من الخبراء موجودين في جامعات حوالين اوروبا، يعني مش بس في اسبانيا، لا ده احنا جبنا بقى خبراء من كل اوروبا عشان نشوف فيه ايه. وفعلا الخبراء جم قالوا يمكن مثلا يكون في كلوريدات او نترات او اي مواد من المواد اللي بتتحط على الرسمة عشان تثبتها. المهم عملوا كل الفحوصات بتاعتهم وبرضه مفيش. والمقلق ان هم قافلين البيت، مفيش حد بيخش، الوشوش بتتنقل من مكان لمكان، يعني نفس الوش ممكن تلاقيه النهارده في المطبخ وبكره تلاقيه في الريسبشن مثلا بره او في الساحه الخارجيه. يعني الموضوع موتر ومقلق. قالوا مش مشكله، هنجيب خبراء تاني، وحاولوا تاني كل ده خلال ال3 شهور. جابوا خبراء عملوا أشعة صينية، وجابوا خبراء عملوا كمان الأشعة اللي هي فوق البنفسجية وفوق الحمراء، وعملوا وعملوا وعملوا، وبرضو الوشوش بتظهر والوشوش بتتنقل، والموضوع غريب وموتر، والوشوش شكلها فعلا يخوف. والحقيقة ان هم بدأوا يربطوا الموضوع ده بماريا، ويقولوا طب ما يمكن ماريا مثلا بتعمل بعض طقوس السحر ومعرفش ايه، طب ماريا دلوقتي بره البيت. راحوا قالوا ما هي ممكن تكون بتتحكم في الاشياء يعني من بعد وكده، ومن قيل وقال وقيل وقال. وفي النهاية ما قدروش يوصلوا لسبب علمي للي بيحصل. هنتنقل للمرحلة التانية من الاختبارات اللي عملوها علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل جوه بيت ماريا. والمرحلة التانية دي ممكن ناس فيكم ما يقتنعوش بيها قوي، لكن هي علم وموجود. الكون في حوالينا أصوات كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا خلانا ما نقدرش نسمعها، زي بعض الأصوات اللي بتسمعها القطط والكلاب والديوك والحمير، وحاجات كمان بيشوفوها الحيوانات عموما. وفي أكيد مخلوقات تانية وكائنات تانية احنا ما نعرفش عنها حاجة، وبرضو من رحمة ربنا ان احنا ما بنقدرش لا نشوف ولا نسمع الموجات دي. الموجات دي اصلا ودننا يعني مش هتقدر تستحملها. المهم بيبقى فيه زي مايكات كده، وفي أجهزة بتحول الإشارات اللي موجودة في الكون حوالينا دي لأصوات يقدروا يسمعوها ويفسروها. ممكن تقتنعوا وممكن لا، لكن هو علم وموجود. المهم قرروا ان هم هيزرعوا مايكات في البيت بتاع ماريا، وهيزرعوا المايكات دي والأجهزة، ويبدأوا يشوفوا هل في أصوات أخرى موجودة في البيت ولا مجرد إن الوشوش دي بتظهر بس وملهاش صوت. وهنا المايكات فعلا لقطت ذبذبات، واللي هيفسروه بعد كده العلماء، وده اللي شكك فيه ناس كتير، هيفسروه هيكون أكثر رعبا من كل اللي فات. وده لأن المايكات هتلقط إشارات، الإشارات دي هتكون عبارة عن جمل مرعبة جدا. هقول لكم بعض العبارات دي. بعض العبارات دي مثلا زي أمي، صوت طفل صغير بينده على أمه. مثلا في صوت تاني بيقول الجحيم يبدأ من هنا. صوت تالت بيقول كلهم هنا أموات. واحد تاني بيقول مثلا إنه نريد الخلاص. وهكذا جمل 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 عمالة تلقطها المايكات دي خلال الأيام اللي هم زرعوا فيها المايكات. لما الخبراء والعلماء دول قالوا الكلام ده، كان في محقق اسمه بيرو. فبيرو ده قال طيب لو كده يبقى ممكن يكون الموضوع متعلق بماريا، اصل اشمعنى ظهروا في البيت ده او في بيت ماريا تحديدا وفي مطبخها هي تحديدا. فجات له فكرة، قال ان هو يخلي ماريا تقف في وسط البيت وتنده بعلو صوتها. انا عارفة ان ده ممكن يكون غريب لبعض الناس بالنسبة لكم، بس هم دلوقتي قدام حاجة ملهاش تفسير، لا رجال دين ولا علماء ولا خبراء ولا مفيش حد قدر يعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. فهم ما عندهمش غير ان هم يستخدموا كل طريقة يقدروا يثبتوا بيها الحكاية دي. فجاب ماريا وقال لها انا عايزك تقفي في وسط البيت وتقولي انتوا ليه جيتوا بيتي انا. فعلا ماريا وقفت في وسط البيت وسألت السؤال بصوت عالي، ليه اخترتوا بيتي انا، او انتوا ليه جيتوا هنا بالذات. وهنا جت الإجابة اللي سجلتها الأجهزة فعلا.
الرد كان بجملة واحدة بس من كل الأصوات، وهي سوء المعاملة. هو ده اللي قالوه. وهنا بدأت الحكاية تبقى أكبر ومقلقة أكتر. البيت ده فيه حاجة غريبة. وهنا هنتنقل للمرحلة الثالثة. قالوا ممكن جدا البيت ده يكون فيه مشكلة ما تحت البيت يعني، فقرروا ان هم يحفروا تحت البيت. في مصادر بتقول 28 متر، وده مش منطقي ابدا، اكيد البيت كان وقع. انا طبعا ما فهمش في الحاجات دي، بس بالتقدير ان معظم المصادر بتقول ان هم حفروا 3 امتار. بس ايا كان اللي حفروه، فهم حفروا تحت البيت عشان يعرفوا في ايه، وايه سر الاصوات، وايه سر كل ده. ولما حفروا تحت البيت كانت المفاجأة، ويمكن اللي اعتبرها البعض إجابة، وهي انهم لما حفروا تحت البيت لقوا ان في تحت البيت هياكل عظمية وبقايا بشرية. ولما بدأوا يحللوا الجسامين دي، طبعا هياكل خلاص، لما بدأوا يحللوا الموضوع ده لقوا ان هم في منهم اتعرض للتعذيب، في منهم هي مقابر جماعية، يعني مش معروف مين اللي فيها، مش خاصة بحد. المهم لقوا ان في مثلا ناس راسهم مقطوعة قبل ما يموتوا، يعني كانت راسهم مقطوعة، ناس تانية اطفال صغيرين، ناس اتعرضت للتعذيب. كل ده طبعا اكتشفوه من الهياكل اللي طلعوها لما اجروا عليها الفحوصات. وبدأ الحفر، وبدأت الوشوش دي يظهر بعضا منها في كنيسة موجودة قريب من بيت ماريا، وبرضو نفس الحكاية. ولما رجعوا بالتاريخ، أصلا البيت ده مبني في القرن ال19، في ثلاثينات القرن ال19. هم لما اكتشفوه كنا في القرن ال21، يعني كان بقاله حوالي 270 سنة مبني. لما شافوا بقى الجسامين دي ترجع لإمتى، لقوا إنها ترجع لمقبرة كانت مبنية في القرن ال13، يعني المقبرة دي بقالها مئات السنين. كانت مقبرة رومانية، بعد كده بقت مقبرة إسلامية، وفي النهاية بقت مقبرة مسيحية. وفي ناس كتيرة قوي فسرت سر الأصوات والوشوش باللي بيحصل ده، لكن المفاجأة إن الوشوش دي ما بطلتش تطلع، الوشوش فضلت تظهر في بيت ماريا. وهنا ظهرت نظريات كتير كتير كتير، والحقيقة إن 3/4 أنا مش مقتنعة بيه. فأنا هقول لكم بعض النظريات، وانتوا ليكوا الحكم، وقولوا لي في التعليقات طبعا حكمتوا بايه. اول حاجة رجعوا لنفس النظرية، ان اكيد ابنها اخترع مثلا مواد، كأنه يعني عبقري رهيب، اخترع بعض المواد وبدأ يرسم الرسوم دي جوه البيت، وهما معرفوش يكتشفوا هو عاملها بايه. طيب لو قلنا كده، هما قعدوا 3 شهور قافلين البيت ومفيش حد ولا ابنها بيدخل، ازاي الوشوش كانت بتتنقل من مكان لمكان؟ ادي نظرية. النظرية التانية كانت متعلقة بماريا، ان ماريا مثلا كانت بتمارس بعض طقوس السحر مثلا، او عندها قوة خارقة بتقدر تحرك الاشياء عن بعد، وهو ده اللي هي لما خرجت 3 شهور بره البيت كانت قادرة تتحكم في كل حاجة في البيت. ناس تانية قالت انه ماريا عاملة لعبة ما محدش قدر يتوصل لها، وده لانها بتتربح من البيت، بمعنى انه المخرجين لما كانوا بيجوا يصوروا في البيت للبرامج والحاجات دي، او الصحافة والكلام ده، كانوا بيعرضوا عليها المساعدة المادية يعني، وهي ما كانتش بترفض ابدا انها تاخد المساعدة منهم. فالناس قالوا ممكن تكون ماريا عاملة لعبة ما محدش عارف يتوصل لها، او ممكن اصلا ان ماريا تكون عاملة ده باتفاق مع الشرطة او مع الخبراء اللي جم. الشكوك طبعا بدأت تيجي وتروح. ناس تانية قالت ان دي والعياذ بالله ارواح شريرة، بس الحقيقة ان الوجوه دي ما كانتش بتأذي حد، وما كانتش بتعمل حاجة اكتر من انها بتظهر وتروح وتتنقل من مكان لمكان في البيت، مجرد وشوش بس، وشوش ستات ورجالة واطفال زي ما طبعا عرضنا طول الحلقة. وناس تانية قالت لأ، ده الشرطة او الحكومة عاملة كده عشان تلهي الناس عن معرفش ايه، ونظريات من هنا لحد لما تتعبوا. وتظل الحكاية ماريا توفت وفضلت الوشوش موجودة في البيت، وده معناه انه لو هي مثلا بتمارس السحر او كذا فخلاص ماريا راحت، الحاجة موجودة ليه؟ فطبعا وقعت النظرية دي منهم. توفت ماريا، حاول بقى قرايبها بعد كده ان هم يستفادوا من البيت، ان هم يبيعوه، مفيش، يحاولوا معرفش ايه، مفيش. في النهاية اتحول لمتحف
اي حد يقدر دلوقتي يروح ويزوره. اعتقد ان المتحف اسمه وجوه بلمز، اي حد هيروح مدينة بلمز وهيسأل عليه هيعرف يوصل ويخش البيت ويشوف. اتمنى ان حكاية النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تقولولي في التعليقات رأيكم. هل انتوا شايفين انه فعلا الظاهرة دي حقيقية ولا لعبة؟ ولو هي حقيقية ايه التفسير الاقرب ليكم؟ هل هي المقبرة؟ هل هي ابنها الرسام؟ هل هي سحر وطقوس من ماريا؟ ايه بالظبط؟ لحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة. اتمنى ان سردي للحكاية يكون عجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم اكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، الى اللقاء.